بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل الحضور، يحضرني في هذا المقام مقام تكريم فاضلة فقيدة عائلات أبو عيسى وأبو هجرس بمحافظات مصر. ويذكرنا هذا المقام بفضل الأم. أمي هي نبضات قلبي وروح عقلي. أمي هي الصلة التي بيني وبين ربي. أمي جنة في البيت، أمي كنز في البيت، أمي السمع الذي أسمع به، والبصر الذي أبصر به. دقات قلبي ودقات قلب أمي سويا إلى يوم أن نلقى الرحمن. فاسأل يا مسكين نفسك سؤال: من هي الأم؟ اسمع أصلي على حبيبك النبي. الأم هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر، كأنهم 9 حجج، وليلة ميلادك وجدت ما يفتك المهج. وإذا مرضت ليلة ميلادك أنفقت مالها عليك للطبيب، وباتت بين البكاء والنحيب. واسمع وصلي على حبيبك النبي. ليلة ميلادك إذا خيرت الأم من الحكماء أن تبقى هي وتموت، أنت نادت بأعلى صوتها أن تموت هي وتبقى أنت يا مسكين. فلما كبرت الأم شاب شعرها وضعف بصرها وانحنى ظهرها. فلما كبرت الأم في البيت وصارت في الاحتياج إليك، جعلتها في البيت من أهون الأشياء عليك. وها هي الأم فارقت الحياة. من الذي يفتح لك الباب؟ من الذي يدعو لك؟ من الذي ينتظرك بعد أمك يا مسكين؟ أمي هي نبضات قلبي وروح عقلي. أمي هي حبل الوصال بيني وبين ربي. أمي لو جازيتها العمر ولا بطلقة واحدة ليلة ميلادها. لذا حبيبك النبي بيقول وصية طيبة: من بات بارا بوالديه ومات في تلك الليلة مات مفتوحا له باب في الجنة. من نظر في وجه أمه نظرة بر وإحسان كتبت له حجة تامة ثم تامة ثم تامة. هذا كلام النبي العدنان. واسمع الوصية من فوق 7 سماوات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من أراد السعادة في الدارين فليكرم الأبوين. من أراد سعة في الأرزاق فليكرم الأبوين. من أراد ثمرة في الأولاد فليكرم الأبوين. من أراد أن يزيل الله عنه الهم والغم والكرب فليكرم الأبوين. من أراد رضا الرحمن
فليكرم الأبوين. من أراد الورود على حوض النبي العدنان فليكرم الأبوين. أمي وأبي قرة عيني وهم مصيري في الدنيا وفي الآخرة. الإخوة الأفاضل الحضور، لحظات قصيرة وجيزة في تكريم الأم، ونعود سريعا على وجه السرعة إلى ميراث النبي العدنان القرآن الكريم بصحبة العلم الذي سعدنا به الآن، فضيلة القارئ الشيخ أحمدي السيد العسوي قارئ القرآن الكريم بمحافظة الشرقية، تكريما للأسرة الكريمة وللفقيدة الراحلة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
يا رب. سبحانك إني كنت من الظالمين. حبيبي أبا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. يا رب الله يخليك يا رب. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم
كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون وكل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. أيها المغرور بالدنيا انتبه، قد فاتك المطلوب والركب صار. إن كنت أذنبت فقم واعتذر إلى مولى كريم يقبل الاعتذار، وانهض إلى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل لمسيء النهار. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمدي السيد العسوي، تكريما للفقيدة الراحلة رحمة الله عليها، فقيدة عائلات أبو عيسى وأبو هجرس بمحافظات مصر. الأسرة تقدم خالص الشكر والتقدير إلى السادة الأفاضل الحضور. كان معنا من مقاولي الهندسة الصوتية أولاد العسوي بمركز الحسيني، أعمال الضيافة أولاد الزهور،
وحدة التصوير عبر القنوات الفضائية المهندس أشرف العسوي، جميع عائلات مركز الحسينية والمراكز المجاورة يشاركون الأسرة العزاء، والأسرة تقدم خالص الشكر والتقدير، وشكر الله سعيكم جميعا.